صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. طبعا انا بقالي كتير مختفيه وبقالي كتير ما صورتش. انا كل ما اقرر ان انا اصور فيديو بيحصل حاجه تخليني ما اصورش الفيديو، فبجد كان غصب عني. وبجد شكرا لكل الناس اللي سالت عليا. في ناس كتير جدا دخلت كلمتني وسالت عليا، قالت لي انت ليه ما بتنزليش فيديوهات؟ انت مختفيه ليه؟ بجد شكرا ليكم. وكمان انا كنت محضره كلام كتير بجد كان نفسي اقوله لكم بعد امتحان الكيمياء، لان كانت في ناس كتير منهاره بعد الامتحان. كل ده هتكلم عنه في الفيديو. هتكلم عن امتحان الفيزياء وهقول لكم اهم الحاجات بجد اللي تركزوا عليها في الانجليش وانتوا بتراجعوا. فمش عايزه ارغي كتير، يلا بينا نبدا في الفيديو على طول. اول حاجه، انتوا اكيد سمعتوا كلام كتير عن الكيمياء، وسمعتوا ناس غيري وسمعتوا كتير جدا بيتكلموا عن الكيمياء. معرفش كلامي ده هيفرق معاكم دلوقتي اصلا ولا لا، بس بجد من كتر الناس اللي دخلت قالت خلاص احنا حلمنا ضاع، احنا خلاص ما عادش فيه امل، انا ملوش لازمه اكمل ومعرفش ايه. بصوا يا جماعه، انا بس هسالكم سؤال واحد بس: مين بعد امتحان الكيمياء طلع قال ان الامتحان سهل؟ طالما كل الناس اللي طالعه من الامتحان بتقول ان الامتحان صعب، يبقى المشكله مش فيك انت. وبصراحه هو ده اللي كان متوقع، بس بصراحه مش كنت متوقعه ان هو يبقى بالصعوبه دي. هم جابوا امتحان العربي يعني مستواه كويس، وامتحان الفرنساوي برده كان مستواه كويس. ففي ناس كتير قعدت تقول خلاص بقى امتحانات جت السنه دي كويسه، مش سهله ولكن كويسه نوعا ما. الناس قالت التنسيق هيعلى وما اعرفش ايه. فانا كنت متاكده ان في امتحان هيجي وهيكسر كل ده علشان التنسيق يبقى قليل، لان هو ده المطلوب في النظام الجديد، ان التنسيق يبقى قليل وان الطب ياخد من 90 و91. فانتوا حلمكم ما ضاعش ولا اي حاجه، طالما صعوبه الامتحان على الكل. لو اعلى واحد جاب 40 يبقى انت هتقيس درجتك من 40 مش من 60. فصدقوني التنسيق هيقل. وده حصل معانا في الفيزياء، ان بجد امتحاننا كان وحش جدا، وفي مدرسين كتير طلعوا يقولوا امتحان الفيزياء ده صعب جدا. فكلنا كنا طالعين منهارين من بعد الفيزياء. يمكن يكون كمان مش بصعوبه الكيمياء. موضوع الكيمياء ده كان كل الناس تتكلم عليه، واصحابي جايين يقولوا لي شفتوا عملوا فيهم ايه، ده امتحان الكيمياء صعب. فبجد طالما كل الناس بتقول ان الامتحان صعب يبقى التنسيق هيقل. وانا سمعت فيديوهات كتير جدا لناس من الوزاره بتقول ان انت المقياس بتاعك باعلى درجه مش بالدرجه النهائيه. يعني انت لو جايب مثلا 35 واعلى واحد جايب 40 فانت كده جايب درجه كويسه. فما تقلقوش بجد خالص. الفكره بقى في ايه؟ ان طالما الامتحان صعب وخلاص، طالما اللي حصل حصل وانتوا كلكم حليتوا مش كويس، اللي هيفرق بقى بينكم المواد اللي جايه. لو ركزتوا في المواد اللي جايه وحاولت ان انت تتميز فيها، هو ده اللي هيفرق ما بينكم. بالنسبه بقى لامتحان الفيزياء، انا سالت بعد الامتحان عملتوا ايه وايه الاخبار. في ناس كتير دخلت تقول الامتحان سهل، الامتحان سهل. الامتحان مش سهل، ولكن الامتحان اسهل من امتحان الكيمياء. عشان الخناقه اللي حصلت في الكومنتس ان كله عمال يقول انتوا بتقولوا سهل ليه، الامتحان صعب، ما تقولوش ان هو سهل كده المشكله فيا انا. لا، المشكله مش فيك انت. كله بيقول بس الامتحان سهل علشان هو اسهل من امتحان الكيمياء، فهم بالنسبه لهم ان ده كده سهل. هو مش سهل، هو الفكره ان هو جه طبيعي، يعني جه امتحان فوق المتوسط، مستوى طبيعي، فيه اسئله سهله وفيه اسئله صعبه. ولكن امتحان الفيزياء استحاله يجي سهل. دي فيزياء يا جماعه، انتوا بتقولوا ايه؟ ده احنا قعدنا طول السنه نصيح على الفيزياء دي. فاستحاله امتحان الفيزياء يجي سهل. وامتحان الفيزياء جه فيه حاجات كتير وفيه تريكات كتير. اللي بتقول سهل فهم بيقولوا بس سهل علشان هو اسهل من امتحان الكيمياء. هو من كتر يعني وانتوا اتصدمتوا من الكيمياء، فبالنسبه لكم كده الفيزياء حاجه كويسه يعني. فشدوا حيلكم في اللي جاي، اهم حاجه هو اللي جاي. والناس اللي زهقت من الامتحانات وطهقت، انا حرفيا عماله اعد لكم الايام، عماله احسب هتخلصوا امتى، ومستنيه اليوم اللي هتخلصوا فيه بفارغ الصبر، عشان بجد انا تعبت لكم. وهانت خلاص، ما بقاش غير النهارده ايه؟ النهارده الثلاث، ما بقاش غير يعتبر غير اسبوع ونص تخلصوا الخميس اللي بعد الجاي ده. فهانت بجد، هانت. وامتحان الانجليش ان شاء الله هيجي سهل. ولو بصيتوا على امتحان السنه اللي فاتت بتاعنا هتلاقوا ان الامتحان كان سهل. كنت زيكم خايفه من الانجليش بالذات، عشان هو بجد ما كنتش عارفه اذاكره منين ولا ابدا ازاي. وحتى بجد مش فاكره انا ذاكرته ازاي، بس انا فاكره ايه الحاجات اللي انا ركزت عليها، بس مش فاكره طريقه المذاكره بالظبط. ومع ذلك دخلت الامتحان بجد اتصدمت من ان الامتحان بجد كان مستواه حلو جدا. وناس كتير جدا قفلت الانجليش، وناس كتير غلطت فيه غلطه او غلطتين، وانا الحمد لله غلطت فيه تقريبا غلطتين بس. فان شاء الله انتوا كمان امتحانكم هيجي سهل. وبالنسبه للحاجات اللي هي الحاجات اللي انا ركزت عليها فعلا في المذاكره بتاعه الانجليش، اول حاجه كي فوكابز اللي هي بتكون في اول الكلمات، اللي هي بيكون لها ديفينيشنز دي، وانا فضلت انبه عليها طول السنه واقول لكم ركزوا عليها بجد، عشان هي مهمه جدا 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 فوق ما انتم متخيلين. لو جاب اي سؤال في الكلمات فبيبقى على الكلمات دي. الكلمات دي اهم كلمات في اليونت، فلو هتراجعوا على الكلمات راجعوا على الكلمات دي اهم حاجه الاول. وبالنسبه لتاني حاجه وهي النوتس بتكون مهمه جدا 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 جدا. النوتس اللي بتكون بعد الكلمات دي بيجي منها كتير في الامتحان، اللي هي مثلا ايه الفرق بين ستول وروب، ايه الفرق مثلا بين تريتمنت وكيور،
اللي هي الكلمات اللي بتبقى شبه بعضها ايه الفروقات بينهم. والقواعد التراكميه وآ وذا قرروها في امتحاننا وامتحان السنه اللي قبلنا، مهمين جدا جدا جدا. والافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي، والافعال اللي بيجي بعدها اي دي، وقاعده ليت وميك وهاف وما اعرفش ايه دي برده بيجيب منها كتير، لان هي داخله في النوتس وداخله في القواعد. والجرامر بجد لما بيجي في الامتحان ما بيجيش عليها اسئله كتير، اللي هي المضارع البسيط والماضي البسيط وما اعرفش ايه، الحاجات دي بجد ما بتجيش كتير في الامتحان، بتهيألي جه منها سؤالين او ثلاثه. طبعا مش بقول ما تذاكروهمش، هم مهمين جدا جدا ولازم يتذاكروا، بس اهم حاجه الحاجات اللي هي النوتس والكلمات اللي هي الاساسيه اللي بتكون ليها ديفينيشنز دي، والجرامر اللي هو في الاخر تقريبا اللي هو بتاع ليت وميك وما اعرفش ايه. والمبني للمجهول بجد في الامتحان ركزوا في المبني للمجهول، لان لو في حاجه هتغلطك في الامتحان فهي المبني للمجهول، لان هو داخل في كل القواعد وبجد بيلخبط جدا. هتعرفوا ازاي؟ هتعرفوا من التشوز. الاغلب هتلاقي اول حاجه في الاختيارات هي الحاجه الطبيعيه اللي انت المفروض تختارها، يعني مثلا لو السؤال مثلا عايز منك الاجابه ماضي بسيط، هتلاقي التركيبه بتاعه الماضي البسيط موجوده في اول اختيار، وهتلاقي اخر اختيار تركيبه الماضي البسيط بس في المبني للمجهول. فركزوا في المبني للمجهول كويس جدا. اول ما تلاقي صيغه المبني للمجهول موجوده في التشوز، ركز تاني في السؤال وارجع تاني اقراه وشوف هل السؤال ده محتاج مجهول ولا لا، علشان ما تقعش في الخدعه دي، لان بجد في ناس كتير جدا بتغلط فيه. ركزوا جدا في المبني للمجهول. اعتقد دي اهم الحاجات اللي ممكن تراجعوها في الانجليش، واهم حاجه حلوا كتير بقى في الانجليش، يعني ذاكروه زي مذاكره العربي كده وحلوا كتير، وربنا معاكم. وانا عارفه ان انا اتاخرت في الفيديو ده، المفروض كان هينزل امبارح بس للاسف برضو حصلت حاجه خلتني ما عرفتش اصور الفيديو ده. وربنا يوفقكم بجد، وحشتوني جدا ونفسي تخلصوا امتحانات بسرعه، انا نفسي تخلصوا اكتر منكم، يعني انا بجد تعبت لكم. فربنا معاكم وربنا يوفقكم، وانا متابعه معاكم على طول انستا وعلى الفيسبوك، وبسال عليكم بعد كل امتحان، انا مش ناسياكم. والناس بتوع ادبي والناس بتوع علم رياضه، انا اسفه بجد ان انا مش بركز معاكم، وهسال عليكم بعد كل امتحان عشان في ناس كتير زعلت مني بسبب الموضوع ده. واخيرا ربنا يوفقكم كلكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو ده، وتبعتوا الفيديو لكل اصحابكم عشان الباقيين يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني. طبعا لو حابين تسالوا في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم. بس كده، باي باي.